سريلانكا جزيرة استوائية في المحيط الهندي، حاجة كده شبه المنجاي على الخريطة. عادة اللي بيحب يلفها كلها بيمشي فيها على شكل دايرة، ممكن تبتدي من تحت وتلف لفوق أو العكس. احنا بقى ابتدينا دايرتنا من فوق لتحت، فوق المدن الثقافية واللي فيها الاكتيفيتيز والطبيعة والآثار والمعابد والجبال. اما بقى تحت يا سيدي هتلاقي البحر والريلاكسنج، عشان كده احنا سيبناه للاخر. بدايتنا كانت من مدينة سايجيريا، ودي قعدنا فيها يومين بليلة. سايجيريا تعتبر مدينة ريفية في سريلانكا، قلنا نسخن بيها بعد كده نخش على التي. ابتدينا اول يوم هناك بالفطار السريلانكي، واللي كان عباره عن انواع بيض كتير جدا، مربى، زبده، توست، طبق فواكه استوائيه من اللي قلبك يحبهم، وطعميه سريلانكي غير خالص الطعميه اللي عندنا، وكريب بجوز هند وعصير جريب فروت وقهوه. فطار الفندق ده كان احلى فطار اكلناه هناك، وكده كده احنا هنعمل لكم فيديو مخصوص عن كل الفنادق اللي قعدنا فيها في سريلانكا بالاسعار. المهم خلصنا فطارنا، اتكلنا على الله نبتدي رحلتنا. اول مكان كنا رايحينه هو صخره بيدورونجالا، واحنا في الطريق لقينا واحد رابط الفيل بتاعه اكنه مثلا رابط حصان او حمار وسايبه وسط الطريق. المهم وصلنا الصخرة، ابتدينا رحلة الهايكنج بتاعتنا. أول حاجة لقيناها تحت هو معبد صغير كده زرناه، بعدين كملنا رحلة صعودنا. الجميل بقى واحنا طالعين هو كمية المناظر الطبيعية الخلابة. كان في برضه كلاب كيوت كتير جدا واحنا طالعين واحنا نازلين، وطيبين جدا مش مؤذيين خالص. وصلنا قمة الصخرة بعد هايكنج يعتبر متوسط، ما عدا آخر حتة بصراحة كانت صعبة شوية. هنا بقى كان قدامنا المنظر الخرافي ده لكل مدينة سايجيريا، وكمان قدامنا صخرة سايجيريا المشهورة. على فكرة أنا ممكن أجي أبني بيت هنا وأفضل مكمل بقية حياتي يعني. خلصنا ونزلنا بعد كده رحنا الجولدن تمبل، خدنا لنا كام صورة رايقة هناك. بعدين طلعنا على الكيف تمبل، عبارة عن معبد بوذي مبني جوه جبل. بعد كده تعرفنا على ناس من اهل البلد هناك، وصمموا انهم يعزمونا على الغداء، وحقيقي دي كانت فرصة حلوة جدا ان احنا نتعرف على ثقافتهم واكلهم ونقرب منهم اكتر. الاكل كان عبارة عن فرايد رايس ويز تشيكن، صوص حراق جدا وفواكه استوائية، وحاجة حلوة اسمها سريلانكان سويت، دي حاجة شبه المشبك عندنا كده، كان طعمها جميل. بعد كده واحنا في الطريق وقفنا عند محلات بتبيع زبادي بالعسل، تحفة يا جدعان، انا لحد دلوقتي مش قادر انسى طعمه. وبكده نبقى خلصنا اول يوم لينا في سريلانكا. استنوا الفيديوهات الجاية عشان تشوفوا عملنا ايه تاني في سريلانكا.